لو عندك ربع كيلو جلاش في الفريزر، تعالى اقولك هتعملي بيه ايه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو عندكم ربع كيلو جلاش هنطلعه من الفريزر ونبدأ في الوصفة. يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحضر كوباية لبن وكوباية مية و3 معالق سكر كبار ومعلقتين نشا كبار وكيس فانيليا. كل دوت على البارد وهنقلبهم كويس جدا وهنولع عليهم النار. اهم حاجة نحط المكونات على بعض قبل ما نولع عليهم النار عشان ما يكلكعش معانا، وهنقلبهم كويس جدا بالشكل دوت لحد ما النشا يستوي معانا، او ممكن نعمله بالكاستر بنفس الطريقة برضو لحد ما يتقل معانا بالشكل ده. هو اول ما يغلي معانا هيبقى النشا كده استوى، وهنطفي عليه ونسيبه يبرد. هنحضر صينية وندهنها مادة دهنية. انا هنا مسيحة 3 معالق كبار سمنة عليهم معلقتين زيت بالشكل ده عشان ادهن بيه الجلاش. اهم حاجة في الوصفة هنطلع الجلاش قبل ما نبدأ فيه عشان نشكله التشكيل اللي احنا عايزينه بالشكل ده، وهنرصه طبقتين فوق بعض وهنقصه كده بالمقص او بالسكينة. احنا عايزينه مستطيل بالشكل دوت عشان زي السمبوسك، عشان نلفه زي السمبوسك بالشكل دوت. وهناخده قطع قطع من الجلاش كده وندهنها من السمنة بالشكل ده. كل طبقة والتانية هندهن فيها سمنة عشان تعمل طبقات ويبقى مورق معانا. هناخده المهلبية بتاعت النشا اللي عملناها، اهم حاجة تكون باردة عشان تبقى ماسكة كده في بعض، وهنلفها كده لفة السمبوسة بالشكل ده. ممكن احنا نلفها لفة تانية، ممكن نعملها صوابع زي ما انتوا حابين. لو وصلتم لحد هنا ما تنسوش تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنعمل الكمية كلها بالشكل دوت، وما بين الطبقة والتانية هندهن السمنة بالشكل دوت، وهنحط المهلبية كده بالشكل ده، معلقة المهلبية ونلفها. هنعملها معاملة السمبوسك بالشكل ده. هتعملوا كمية كبيرة بالربع كيلو، ولو جبتوه من بره جاهز هيبقى مكلف معانا، لكن كده هتعملوا كمية كبيرة. ممكن تزودوا الكمية زي ما انتوا حابين بالشكل دوت. هنعمل الكمية كلها، ممكن اولادنا يساعدونا هيحبوا برضو الطريقة دي. هنعمل الشربات. هنحضر كوبايتين مية على كوبايتين سكر ونعصر عليهم نص ليمونة ونسيبهم يغلوا لمدة ربع ساعة على النار لحد ما الشربات يتقل معانا. هنا غيرت الصينية عشان الصينية ما كانتش مكفية معانا، وهولع الفرن. اول ما الفرن تسخن معانا هندخل صينية الجلاش 10 دقايق بالظبط وهيطلع معانا بالشكل القمر دوت. وبعد كده هنسقسق الشربات بالجلاش بالشكل دوت. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، ما تنسوش تجربوها وتعملوا لي لايك وكومنت قمر كده شبه